مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج 10/10 عبر شاشة دليل الكورة تيفي. ونبقى نتفاءل بالخير بالرغم من انسداد الأفق وسواده، فلبنان لا يزال ينزف وما من حلول ملموسة لوقف هذا النزف. يسرني أن أستضيف اليوم معنا باستوديو رئيس نادي الصحافة اللبناني الإعلامي الأستاذ بسام أبو زيد. أستاذ بسام، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا اليوم باستديوهاتنا بالكورة. مرسي لك وتحية لكل أهل الكورة. أهلا وسهلا فيك، اليوم نورت. تسلم، أنتم منورين. خليك. بداية أستاذ بسام، ماذا بعد اغتيال السنوار وما هي تداعيات هذا الاغتيال على الساحة اللبنانية؟ لا شك أنه اغتيال يحيى السنوار شكل ضربة كتير كبيرة لحركة حماس، وبالتالي حركة حماس تفتش اليوم عمن سيرث يعني يحيى السنوار ومن سيتمكن من إدارة المقاومة في قطاع غزة. وبعتقد هذا الأمر أمر صعب، وبعتقد أنه هذا الأمر يعني يتطلب جهد كبير من حركة حماس حتى تقدر تقوم بهذه الخطوة. يعني ما بيكفي انه تقول نحن عينا رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس، ولكن بدك تشوف قديش هذا الشخص بيقدر يكون على تواصل يمكن مع من تبقى من المقاومين في قطاع غزة من عناصر حركة حماس. بالفترة الأخيرة كانوا عم بيقولوا انه الاتصال مع يحيى السنوار كان منقطع، ويلي شفناه انه يحيى السنوار يعني قتل في أحد المباني، كان خرج من الأنفاق، لم يبقى في الأنفاق، وكان مع اثنين من زملائه موجود بأحد المباني، وكان معه مبلغ من المال، وكان عم يتنقل متخفي. يعني هذا بيطرح عدة علامات استفهام، انه هل بالامكان بعد لقادة حماس الذين يعني ما زالوا في قطاع غزة ان يتمكنوا من الاختباء او ان يتمكنوا من انه يكونوا بعيد عن اعين الجيش والمخابرات الاسرائيليه؟ هذا واحد. اثنين، ماذا سيحصل بالرهائن الموجودين في قطاع غزة؟ كيف سيتم الآن التعاطي مع هذه العملية؟ هل سيبقى التعاطي معها كما كان في السابق، أم أنه يعني سيكون هناك تعاطي مختلف؟ بعدين من يؤكد بأن هؤلاء الرهائن ما زالوا على قيد الحياة؟ صحيح. هلا كمان ما في أي تأكيد بعد سنة وجمعة إنه في رهائن بعده على قيد الحياة. هلا بالنسبة لتأثير على الساحة اللبنانية، أنا بتصور أنه يعني اغتيال يحيى السنوار سيزيد لدى حزب الله من ربط جبهة لبنان بجبهة غزة. يعني اللي امبارح المقاومة أعلنت ببيان إنه هي رح تكون أكثر العمليات تبعونا. ما بعتقد هيدا له علاقة بمسألة اغتيال يحيى السنوار. طبعا حزب الله والمقاومة الإسلامية يعني بدهم يقولوا لناسهم، بدهم يقولوا للرأي العام إنه هن واصلين المعركة وبقوة أكثر، إنه بعد عندهم القدرات والقدرات متوفرة لحتى يخوضوا المعركة بطريقة مختلفة وبقوة أكبر. طيب، هل هناك من حل قريب لوقف آلة الحرب العدوانية على لبنان؟ لك وقف اطلاق النار هلا ما في وقف اطلاق النار، يعني لا الاسرائيلي مستعد يعمل وقف اطلاق النار، وحتى الامريكيين ما عم يبذلوا اي جهود جديه لوقف اطلاق النار. شو السبب؟ عدة اسباب. اول شيء الاسرائيلي عم بيقول لك انه يعني هو اعتبر انه عم بيخوض حرب وجوديه، انه صار طوفان الاقصى ب 7 تشرين الاول 2023 من سنه تقريبا، من سنه اكثر من سنه. وكمان الاسرائيلي كان عم بيقول، وحتى حزب الله كان عم بيقول انه نحن سندخل الى الجليل، انه حزب الله سيدخل الى الجليل. فالاسرائيلي بتصور انه ياخذ قرار انه ما بده يكرر اي شيء له علاقه بالتجربه اللي صارت عنده ب 7 تشرين الاول 2023، وبالتالي هو مصمم على انهاء اي حاله عسكريه يمكن ان تشكل له تهديدا في المستقبل. نعم. لان الاسرائيلي يعتبر حاله حاليا عم بيخوض حرب وجوديه. اذا اسرائيل لا تريد وقف اطلاق النار قبل ان تقول بانها حققت الاهداف تبعها. طبعا الامريكي كمان مؤيد لهذا الطرح الاسرائيلي، والامريكي اكثر من ذلك يريد اضعاف ايران، يعني يريد انه الاذرع الايرانيه ان كان حركه حماس ولا كان حزب الله بده انه هذه الاذرع تضعف، حتى كمان يضعف النفوذ الايراني، وحتى يقدر كمان يفرض عليها المزيد والمزيد من الشروط بخلال المفاوضات يلي كانت عم بتصير، يعني ممكن تستأنف بين الولايات المتحده والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. وبالتالي من الناحيه الاسرائيليه والناحيه الامريكيه وقف اطلاق النار مستبعد. ايضا من الناحيه الايرانيه ومن ناحيه حزب الله، يعني لانه بالنهايه حزب الله يعني اعلن اكثر من مره انه هو يعني يأتمر بامر ولايه الفقيه، وبالتالي
هو يقاتل نعم. باسم ايران. واليوم سمعنا رئيس مجلس الشورى الايراني قليباف عم بيقول بده انه يحاول نحن مستعدين نتحاور مع الفرنساويه لتطبيق 1701. صحيح. يعني ايران تفاوض من اجل وقف اطلاق النار، يعني مش حزب الله كحزب الله، ولكن ايران هي التي تفاوض من اجل وقف اطلاق النار. وبالتالي ايران كمان لا تريد وقف اطلاق النار حاليا ودفع ثمن. يعني ايران تريد وحزب الله يريد ان يتم وقف اطلاق النار فقط، وان نعود الى ما كان الوضع عليه ب 8 تشرين الاول 2023. انه ما بيصير تطبيق لل 1701، لانه اليوم الجهات اللبنانيه التي تتحدث عن تطبيق ال 1701 يعني ما بعرف عن اي 1701 عم يتحدثوا، ما بقى في شيء منه يعني اصلا. لا والخروقات اللي صارت يعني كمان ما بعرف بس ما بعرف عن اي 1701 عم يتحدثوا. يعني اليوم بيجي رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب بيقولوا نحن بدنا وقف اطلاق نار وتطبيق ال 1701. طب كيف بدك تطبق 1701؟ 1701 بيقول لك جنوب الليطاني بدها تكون منطقه خاليه من السلاح والمسلحين. هل حزب الله يقبل بانه جنوب الليطاني يكون خالي من السلاح والمسلحين؟ اذا يقبل بتطبق 1701، اذا ما بيقبل كيف عم تقول بدي يطبق 1701؟ اذا حزب الله قبل بهذا الموضوع يعني بطل له دور. صح هيدا هي. ومش حيقبل يعني في يخسر جزء اساسي من دوره انتهى. صحيح. يعني شو بقي من القرار 1701؟ لا بقي القرار 1701 سيد جورج بعده موجود. كثير الامور عم بتدور حواليه عظيم لهاللحظه. يعني الحديث هلا ما في غيره، هو ال 1701 هلا ما في غيره، هو القرار الموجود. وهذا القرار اذا طبق من الناحيه من الجهه اللبنانيه ومن الجهه الاسرائيليه يضمن امن واستقرار وحل طويل الاجل في جنوب لبنان. ولكن هل الطرفين بده يطبقوه؟ يعني هل حزب الله بده يطبقه وهل اسرائيل بدها تطبقه؟ انا برايي الطرفين ما بده يطبقوا. ما في اي بوادر لهلا بيقول، يعني ما حدا ولا جهه مثل ما تفضلت وقلت بدها توقف اطلاق النار. ما بده يوقف اطلاق النار، يعني عم تطلع بالابرياء. يعني اليوم قديش عم بيروح شهداء وابرياء. يعني كمان ما تواخذني على هالكلمه بس بدي اقولها بكل صراحه، انه نحن الشهداء عندنا مجرد ارقام. حرام، شيء مجرد مؤسف يعني. ارقام. يعني نحن لليوم في عندنا بحدود ال 2400 شهيد. 2400 شهيد إذا ما أكتر. انت عم بتقول عم تحكي عن ناس ماتوا، عم تحكي عن اطفال، عم تحكي عن نساء، عم تحكي عن رجال، عم تحكي عن شيوخ، عم تحكي عن 2400 شخص توفوا في عائلات أبيدت بكاملها. طيب نحن شو عم نعمل كرمال هؤلاء الشهداء؟ حدا يقول لي غير انه شو رح هلا ما عم نعمل شيء، بس من بعد ما تخلص الحرب شو رح نعمل؟ ما كمان يعني هودي الشهداء شو بنعمل غير انه بنعدهم؟ يعني بيموت العسكري الاسرائيلي بنضل نحن بلبنان نحكي انه عسكري اسرائيلي مات جمعه، وباسرائيل بيضلوا يحكوا عنه انه مات شهر. بس نحن ما بنحكي عن شهدائنا، ما حدا بيقول شيء. بنقول صارت الغاره، استشهد 2 أو 3 وخلصت الحكايه، ثاني يوم ما بنتذكرهم. يوم الدفن اذا نزلوا صوره اذا تذكرناهم بقى نحن مجرد ارقام بهذه الحرب. اللبناني هو مجرد رقم في هذه الحرب، الشهداء مجرد رقم، الجرحى مجرد رقم، النازحين مجرد رقم. عندك 1,400,000 نازح. شو يعني؟ شو 1,400,000 نازح؟ بتعرف شو يعني الواحد يترك بيته ويفل؟ عندك الدمار، عندنا مجرد ارقام. مدن وقرى وبلدات ومؤسسات ومصانع وكل شيء عم يتدمر وما حدا سألين. بس الشيخ نعيم قاسم وعد انه بس تخلص الحرب رح يرجع يساهم باعمار البيوت ويرجع كل اللي نسحوا من اهل الجنوب على ضياعهم. شغله ممتازه. بس اهم شيء كمان انه يعني يكون في ضمانه لهالناس اللي بكره بس ترجع تتعمر بيوتهم، انه مش بعد كم سنه ترجع تصير حرب جديده وترجع تدمر بيوتهم عن جديد. كثير منيح انه نقول رح نعمر لكم، بس نقول له رح نعمر لكم وبيوتكم رح تبقى، مش عم نعمر لكم لترجع بيوتكم تتدمر بحرب جديده بعد 10 سنين ونرجع كمان بعدين نعمر لكم. طيب هل برأيك من بعد هالحرب يلي هالحرب الهمجيه وعم بيروح كتير ضحايا وابرياء صحيح وحياتها وناس كتير تهجرت مثل ما تفضلت وقلت تهجرت الناس من بيوتها، هل النصر رح يكون حليف لبنان؟ شو النصر يعني؟ اي نصر؟ انا بعتبر النصر انه هذا سؤال. انا بالنسبه لي النصر هو التالي. النصر هو انه يكون هناك في دوله هي بتملك قرار الحرب والسلم، يكون في جيش لبناني هو الذي يستلم الامن في الجنوب، وهو وحده يكون القوه المسلحه على الارض اللبنانيه. انا بفهم هذا هو الانتصار. هذا الانتصار بيكون بهذه الطريقه. هل رح بفهم انه نحن الدوله هي تحمي حدودها بالجنوب وبالشمال وبالشرق وتحمي حدودها من البحر. هذا اللي بفهمه، هذا هو الانتصار. انا بفهم الانتصار انه ما بقى يموت لبنانيين باي حروب. بفهم الانتصار انه ما بقى يتهجر لبنانيين من مناطقهم وتتدمر بيوتهم. هذا هو الانتصار اللي بفهمه انا. هلا
بعدين حر مين ما بده يقول انا انتصرت، هو حر في يقول بده اياه. هل برأيك الانتصار اللي مثل ما أنت شايفه رح يتحقق؟ يعني بتأمل، ما هيدا كمان بده قناعة من قبل جميع اللبنانيين. يعني لك شو أهمية الدول يلي بتتمتع بحضارة ويلي بتتمتع بعقل ويلي بتتمتع بمنطق، انه بيستخلصوا عبر ودروس من الازمات يلي بيمرقوا فيها. صحيح. وهي العبر والدروس بتكون لصالح الشعب تبعهم، بتكون لصالح الدولة تبعيتهم. نحن ما عم نستخلص ولا اي درس ولا اي عبرة، نحن بنوقع بالخطأ بنرجع بنكرره، بنوقع بالكارثة بنرجع بنكررها. نحن مش سئلانين عن ناسنا، مش سئلانين عن بلدنا، مش سئلانين عن وطننا. هذا شيء مؤسف نحن جدا. عنا ولايات خارجية، وهالولايات الخارجية بتفرض علينا مشاريع وعم نروح ننفذ هذه المشاريع على حساب لبنان واللبنانيين. صحيح. أستاذ بسام، ما الاحتضان الشعبي لأهلنا اللي اجوا من الجنوب، ما بدنا نقول نسحوا، هن تركوا بيوتهم واضطروا انهم يتهجروا من بيوتهم، اليوم في احتضان شعبي اكيد، وهيدي شغله طبيعيه بكل المناطق، هيدي شغله طبيعيه، ترحيب. هيدي شغله طبيعيه. ما في انا اليوم شوف ابن بلدي يلي اجبر على الخروج من بيته، ويلي دفع الثمن دمار بيته، ويلي دفع الثمن شهداء ودفع جرحى، ما رحب فيه وما ساعده. بالعكس، انا بدي رحب فيه وبدي ساعده وبدي يكون حده، بدي اقدم له كل مساعده، وبدي اتمنى له انه ما بيتهجر مره ثانيه وثالثه ورابعه، ويرجع بالسلامه. اكيد يرجع بالسلامه، اكيد يرجع على ارضه ويرجع على بيته ويعمر بيته، ويكون مأكد انه هو هذا البيت اللي رجع عمره ما راح يرجع ينهدم. هذا اهم شيء. بدي طمنه، انا بدي طمنه لهذا الانسان ان شاء الله، بدي طمن هذا الانسان، وانا بدي اطمن. انا كمان موجود ببلد لا يطمئن من اجل المستقبل، لا من اجل مستقبلي ولا من اجل مستقبلك. لانه اوكي لو كنا نحن كبرنا بالعمر، بس كمان يمكن بنضل نطلع لقدام، بقى عندنا مستقبل اولادنا. صحيح، عندنا مستقبل اولادنا. طيب ليش اولادي واولادك بدهم يفلوا يروحوا يعيشوا برات لبنان؟ ليه بده يتركوا البلد ويروحوا يعيشوا برات لبنان؟ ليش هالشباب والصبايا كلهم عم يتركوا ويروحوا يعيشوا برات لبنان ويشتغلوا برات لبنان؟ نحن بلد عندنا امكانيات، عندنا بلد، عندنا امكانيات ضخمه، نقدر نشغل عشرات الاف الشبان اللبنانيين صح بكثير من القطاعات. بس اعطيني هدوء واعطيني استقرار واعطيني ازدهار. بدنا هدوء واستقرار، هذا اهم شيء. مش كل ما دق الكوز بالجره بروح بعمل حرب واللبناني بيزدهر 100%، ومش كل ما دق الكوز بالجره بعمل ازمه داخليه. 2.5 سنين بننطر لننتخب رئيس جمهوريه، وهلا صرنا 2 بلا رئيس جمهوريه. واليوم هلا اجى هون الحماس، الشباب تينتخبوا رئيس جمهوريه وما راح ينتخبوا. طيب نحن لو ما تدخل الحزب بالحرب يلي صارت بغزه، كانوا الناس عم بيقولوا، او بعض الفرقاء او الافرقاء عم بيقولوا انه لا، هيدي الحرب حتى لو ما تدخل فيها الحزب كانت جايه على لبنان وكانت رح بتصير من بعد غزه. هل فعلا هيدا الشيء كان رح بيصير استاذ بسام؟ خليني لك شغله. اليوم يعني اسرائيل ما فيك انت تقول انه لن تعتدي على لبنان، او تجزم بانه هي لن تعتدي على لبنان، او تقول انه اسرائيل والله ستجنب لبنان الحرب لانه عندها ذرائع وعندها مبررات لا تقول انا بدي هاجم لبنان. فاذا انا من الناحيه الاسرائيلي ما في ائمن، ما في اي ضمان، ما في ائمن او عندي اي ضمان انه لن يعني يقوم بهجوم على لبنان. بس انا كنت اسمع بلبنان يعني حزب الله يقول بالمباشر، وانصار حزب الله، انه نحن من سيقوم بالدخول الى الجليل، سنعبر الحدود وسندخل الى الجليل. كنت اسمع هذا الكلام، مش انه والله كلام غريب او انه كلام يعني كانوا الشباب عم يخفوه، لا بالعكس كانوا عم بيقولوا انه نحن هالمره يلي بدنا نعبر الى الجليل. وبالتالي اخي انا ليش انا بدي اروح زج حالي بهذا الاتون؟ يعني صارت الحرب بغزه، نحن فتنا فيها انه نحن بدنا نساند غزه. طب خلينا كنا ننطر لنشوف انه هل بالفعل هذا الاسرائيلي سيقوم بالعدوان علينا. اذا قام بالعدوان علينا كل الشعب اللبناني رح يكون وراء المقاومه. صح حقيقة. استاذ بسام، كيف اليوم قدرت اسرائيل تخرق المقاومه الباسله يلي هي عم تدافع عن لبنان وعن شعبه، وقدرت تحقق هالقد اغتيالات بفتره قياسيه؟ يعني كل ما يتداول من تقارير بيقول انه فور انتهاء حرب 2006 اسرائيل بدات تحضر للحرب المقبله مع حزب الله، وبالتالي كانت عم تجمع كل المعطيات وكل الادله وكل الداتا يلي ممكن تساعدها بهكذا حرب.
اكيد صاير في خرق، والخرق على صعيدين، على صعيد تقني وعلى صعيد بشري. نعم. هناك كثير تقارير غربيه وطلعت بصحف غربيه بتقول انه الاسرائيليين تمكنوا من الحصول على داتا كثير كبيره عندما كان الحزب بسوريا في سوريا، وانه قدروا يحصلوا على داتا من اجهزه مخابرات كانت كمان موجوده في سوريا وعم تشتغل بسوريا، قدروا يحصلوا منها. وطبعا التكنولوجيا الموجوده عند الاسرائيليين هي تكنولوجيا كثير متقدمه بجمع المعلومات والأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع، ويعني كل هذه الأمور ساهمت بأنه تحصل هذه الخروقات ويتمكن الإسرائيلي من أن ينفذ عمليات يعني يعني وصفت بأن عمليات يعني نوعية، أو بأن عمليات بفترة كتير قصيرة كمان، أو بأن عمليات كبيرة. إيه صحيح، فترة جمعتين. إيه صحيح صح. طب يعني كان عندهم كم هائل من المعلومات مكنهم من تنفيذ هكذا عمليات. نعم. أستاذ بسام، اليوم حضرتك رئيس نادي الصحافة اللبنانية، هل أنت راضي اليوم عن دور الإعلام والصحافة في هذه الحرب؟ يعني اليوم الإعلام والصحافة عم بيجربوا يضووا على المآسي اللي عم بيعيشوها اللبنانيين، وعلى يعني نتائج هذه الحرب المدمرة وكلفة هذه الحرب الكبيرة، وبعتقد كل وسائل الإعلام اللبنانية عم بتقوم بدورها. نعم. في شغلة كتير أساسية، بس إنه كمان يعني وسائل الإعلام بدها تحط كل الأخبار، وإذا وقت في خبر ما بيعجبنا ما بنحطه، حطيناه، لا وحطيناه بتقوم لقيامي على الوسيلة الإعلامية، ليش حطيت هذا الخبر يا أخي؟ ما هذا خبر وصحيح وحطيناه، ما فينا نغيب عنه. كمان بده يفهموا الناس شوي إنه الإعلام يعني بده يضوي على كل شيء، بده يضوي على كل شيء. صحيح بياخذ بعين الاعتبار يعني الوضع اللي فيه البلد، وبياخذ بعين الاعتبار الناس، بس كمان بده يضوي على كل الأخبار. ومش كل ما دق الكوز بالجرة بدنا نتهم صحفيين وإعلاميين إنه هني خوانة وهني عملاء وهني ما بعرف شو. خيي شو بيقولوا إنه خلينا اليوم هيك نكون على القليل شوي متضامنين مع بعضنا، ونريح شوي الأمور. كيف الناس متضامنة بقصة النزوح. صحيح. خلينا كمان نتضامن بالموضوع الإعلامي، ونشوف كيف بدنا نظهر صورة للخارج. خلي الخارج يتضامن معنا، وخلي الخارج يوقف حدنا شوي لحتى يساعد شوي هالبلد. هل الإعلام عم يعمل دوره بهالموضوع؟ يعني عم يقدر يوصل الرسالة صح للخارج؟ عم يقدر يوصل الرسالة صح، بس انتبه، يعني الخارج غير متضامن مع لبنان مثل ما هو كان متضامن مع غزة. صحيح. يعني انت مثلا ما شفت مظاهرات ضخمة خرجت لحتى تقول انه اوقفوا الحرب في لبنان، ما شفت حدا ابدا. شيء مؤسف بموضوع جدا، غزة، يعني خجول. بموضوع غزة تحركت كل الشعوب. هلا ليه ما بعرف، يعني شو السبب الاساسي ما بعرف. يمكن في نظرة مختلفة الى موضوع حزب الله، يمكن هذا هو السبب. استاذ بسام، رح اترك الكاميرا لحضرتك تختم فيها مع المشاهدين بكلمة منك. يعني أنا بدي أقول إنه أهم شيء بالنسبة للبنانيين اليوم إنه توقف الحرب. وقف الحرب هو يمكن هذا القرار الأكثر شجاعة اليوم بلبنان، لأنه هذا هو القرار الوحيد يلي بيوقف سقوط الشهداء، سقوط الجرحى، دفق النازحين والتدمير. إذا قرار وقف الحرب هو قرار أساسي، وبتمنى على اللي قادرين ياخذوا هذا القرار، قرار وقف الحرب، ينفذوه بهاللحظة، لأنه هو أكبر انتصار بيكونوا حققوا للبنان وللبنانيين. أستاذ بسام، من شاشتنا الكريمة نحن بنشكرك على شكرا لك وجودك معنا اليوم باستوديو. مشاهدينا، كنا معكم بحلقة من 10 على 10، انطرونا بحلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.